بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم حبيباتي ومتتبعاتي الغاليات، مقتصداتي الحبيبات المدبرات. اليوم جيتكم بفيديو جديد، فيديو على بيت الخزين. راح نهضروا على كيفاش نبداو بيت الخزين. بيت الخزين كما راكم تشوفوا، هو هذايا فيديو برك، هادو صور قديمة استعملتها برك باش نديرها مع الصوت ديالي. بيت الخزين ولا كرتونة رمضان ولا كرتونة تاع مهم ستوك، نفس الشيء في زوج. هي مجموعة من المواد الغذائية تخزن لمدة طويلة. الفايدة منها هي باش نديرو الشهر الأبيض. وش حب يقول الشهر الأبيض؟ هو نخرجوا شهر ولا شهرين ولا بدون مصروف، ما نصرفوا فيهم ولا فرنك. نصرفوا في هذاك الشهر اللي نخرجوا بهم غير الفواتير وعندنا بيان سور الادخار. الوغ بيت الخزين هدايا واش لازم يكون فيه؟ بيت الخزين يكونوا فيه كل المواد الغذائيه، مقارون، عدس، لوبيا، روز، كيما راكم تشوفوا، ملح، كل المواد الغذائيه، السكر، الطوماطيش تاع الباطا. المهم دايما بيت الخزين يختلف من عائله لاخرى حسب الظروف الماديه تاع العائله هذيك، والاولاد الصغار ولا كبار. كاين عندها الاطفال يسحقوا ماكله تاع الاطفال، وكاين عندها الكبار اللي يسحقوا حوايج تاع الكبار. بيان سور انا كنت قلت لكم كيفاش ديروا التقسيم وكيفاش كلش راهو في الفيديوهات. تبعوا، روحوا للقناه تلقاو فيديوهات، تلقاو لي دايرت لكم تقسيمات، دايرت لكم كيفاش تتوصلوا حتى للادخار وكيفاش تتوصلوا باش تخلوا مبلغ تاع مواد تاع بيت الخزين. فهمتوني حبيباتي؟ للاسئله الكثيره والتناقضات اللي في التعليقات اللي مازال ما فهموش علاش نديروا بيت الخزين، حبيت نعاود لهم هذا الفيديو. بيت الخزين هو اللي راح تعاونوا به روحكم، تدبروا به باش توفروا فيه. كما انا اللي درت كرتونه رمضان ودرت التحدي تاع 100,000 كل شهر، بالعقل حتى لميت هذا كامل اللي راكم تشوفوا فيه. نوفروا فيه رمضان، تكوني آلاز، تقدري بعيد الشر يلاقيك مرض تروحي تشري بهم دواء تكوني آلاز، إصلاحات في البيت تكوني آلاز، الدين عندك تخلصيه آلاز، ضياف على غيلة آلاز، ظروف عائلية مادية نورمال، تفحشي روحك وتقلشي نورمال. عندك بيت الخزين، أخبطي صدرك وقولي راني هنا. كنت قلت لكم واحد الوقت في رمضان كيما بديت كرتونة رمضان، قلت لكم راني بديت تحدي رمضان، قلتوا لي يا من عاش حين اليوم وقتلنا غدوة. راني اليوم وصلت انا وريت لكم كرتونة رمضان فيها رمضان. على بالكم بلي فيه مصاريف كثيرة، وزيد فيه حوايج العيد، فيه الحلوى تاع العيد، وما تنساوش حتى الكبش العيد، موراه تمتم يجي كبش العيد. كاين اللي عندهم ولا باس عليهم ربي يزيد لهم، ما قلنا لهمش ديروا كرتونه تاع رمضان، ربي يسهل عليهم. وكاين اللي كيما حنايا الله غالب عليهم شهرين ما يلحقوش، لازم يديروا كيما انايا. كاين اللي عندهم مريض، كاين عندهم اولاد، كاين اللي عندهم ماشي واحد. على بها قلت لكم انايا لقيت تعليقات سلبيه، هدرتوا لي على الزيت، هدرتوا لي على بزاف امور. بصح قلت لكم ما كل واحد كيفاش يخمم. انا نهدر مع اللي راهو مهتم، نشري كلش، نبدا بكلش. قلت لكم نشروا كلش، بداو بكلش، ما تنساو والو، ما تحقروا والو. السكر، الملح اللي تجيكم حطوها، لافيت، الخل، وتلموا. هاني لميت وصبت روحي، نقدر نشري حوايج العيد وانا مرتاحه. عندي دوزان الحلوى ما نتقلقش، عندي كاوكاو، عندي ليفر، عندي سكر غلاس، عندي التمر. في موسم التمر تاكلي تمر آلاز، قلت لكم جمدوا تمر آلاز. تقدري قلت لكم ديروا تاني الحصاله، تفتحوا الحصاله كل شهر، حطوا فيها مبلغ، نهار تحصلي تجبدي الحصاله. قلت لكم ما تسلفي، ما تخمي من عاد من تروحي تسلفي، ما تتحي حتى والو. قلت لكم زيت الزيتون بداو شريوها، شرو بالليتره، اللي ما تقدرش تشري بالليتره حتى تلم. اعطيتكم بزاف نصائح وراكم تعطوني اسئله وتعاودوا اسئله وتعاودوا. قلت علاش ما ندير لكمش هذا الفيديو؟ قلتوا لي رمضان ماشي للماكله، للعباده. تاع الصح رمضان ماشي للماكله، للعباده، مي بصح ما فيها والو
كيف الليل طيبي الماكله لولادك وتقلشيهم، وراه المشكل كي تكوني خبيتي بال100,000 مع هذا الغلاء لازم توقفي مع الزوج تاعك تبداي وتلمي. معليش انا علاش درت لكم هذا الفيديو، رمضان راح ما فيها والو، نقضي رمضان تاعي وعادي، بصح مازالو ايام قادمه، مازال العيد الكبير الكبش، العيد الكبير مازال الكبش. يلا باش ديري حصاله، راني حطيت لكم فيديو تاع الحصاله، ابداي بحصاله تاع العيد عادي مازال الحال. كبش العيد دير له حصاله، وراني قلت لكم حطي في الحصاله المبلغ اللي تقدري عليه حتى تلمي، عاوني بها زوجك ولا خلصي بها الكبش كامل. قلت لكم تقدري ديري تقسيم المصروف وتزيدي دايما في المصروف تاعك تاع المواد الغذائيه، تزيدي مبلغ تاع بيت الخزين ولا تاع الحصاله وتقدري ديري. قلت لكم تمتم تتعمر ليه بلا ما تحسي تعمريها من المصروف اليومي، نقسي من الخرجات. وتاني كي تكوني القضيان المصروف اليومي تاع الخبز والحليب، حاولي انتي وشطارتك على بالك بلي انتيا امراه ذكيه وتقدري ديريها وفحله. كاين تاني سقسيتوني اسئله كثيره، قلتولي على الشهر الابيض. انا هكذا كي ندير بيت، هذا ماشي بيت الخزين، هذه كرتونه رمضان. بالنسبه اللي داروا بيت الخزين يبداو يشرو ستوك. قلت لكم بداو يشرو السكر، زعما نقولوا بيت الخزين تاع 6 أشهر مثلا، نجيبي 6 سكر عفوا. السكر تستعملي نتيا في الشهر 3، نجيب 3 في 6 أشهر 18 كيلو سكر لازم في بيت الخزين. نجيب الخطرة الأولى 10 100,000، الشهر الجاي نكمل 8، راني كملت السكر. نزيد القهوة بنفس الطريقة 100,000 ولا 200 فكي مخصصتها لبيت الخزين تكمليها كامل. جيبي سكر، بعد جيبي قهوة، بعد جيبي زيت، 2 بيادن زيت. انتي ما يكفوكش 2 بيادن، لازم لك 6 في بيت الخزين، 6 أشهر كل شهر ب5 رواتل ولا على الأقل 5. كل مادة غذائية جيبيها قيس 6 شهور. ومن بعد هذيك الشهر السابع تبداي تاكلين بيت الخزين، ما تروحيش تقضي. كي تبداي تاكلي بيت الخزين تتقشفي في بيت الخزين، ما تاكليش كامل. ماشي تلقاي عندك ستوك تبداي تجبدي وترمي، لا ماشي بميزانيه. حاولي هذيك تاع 6 شهور تصرفيه في 7 أشهر. نعم حبيبتي 7 شهور ما تجبديش ميزانيتك تاع 1,200,000 تاع المواد الغذائيه ولا 800,000. 7 شهور ما تجبديهاش. 800,000 نديروها حنا يا سيدي على 800,000 ولا على 1,000,000 ولا كل وحده كيفاش تقضي. 1,000,000 في 7 شهور 7 ملايين تحطيها في الحصاله. انت كنتي لميتيها بال100,000 وال200,000 وكي تصرفيها بال1,000,000 وبال7 ملايين. شكون عطاتها لك حبيبتي؟ شكون اللي عاوناتك وعطاتك حبيبتي 7 ملايين؟ ما كاش اللي مدها لك. الوغ حبيبتي بداي وديري بيت الخزين وكرتونه رمضان، وما تشوفيش لهذوك التعليقات وما تاخديش راي الناس. واحد ما يدبر عليك، انتي تدبري على روحك. واحد ما هو عايش لك في دارك، واحد ما هو يشوف فيك. كي تحصلي حبيبتي ولا ما تلقايش باش ديري المشروع اللي راكي تحلمي به، ولا الكتروميناجي اللي راكي حابه تشريها، غساله احلامك ولا لاسبيراتور، ولا واحد ما يمدلك حبيبتي. ما تلقاي غير حصالتك وما تلقاي غير بيت الخزين تاعك. يلا حبيبتي شوفي الصور وديري القلب وبداي في بيت الخزين، وبداي في التقليل من الكماليات. كنت قلتها لكم شحال من مره، نقصوا من التبذير في المواد الغذائيه، نقصوا من التبذير من كل شيء. حتى هذاك بابي سويت، بابي هذاك تاع اللي نمسحوا به يدينا في الكوزينه. علاش التبذير؟ نورمال نديرو شيفون، مهم نقيه نمسح فيها يديا، وهذاك بابي كويسون نخليه، ماشي بابي كويسون هذاك اللي نمسحوا به يدينا والاخر بابي سويت نخليه غير للقليان، نخليه للمواد اللي نديرها. ما نقعدش غير نرمي، ما نقعدش غير نبدل. باش كانوا يخدموا بكري، باش كانوا يخدموا يماتنا كانوا يبدروا هكذا. حاولي حبيبتي تتخشفي في كل ماده، لاخاطش راكي تخسري غير في دراهمك. واحد ما يشري لك، وواحد ما يتخلي حتى واحد يضحك عليك حبيبتي، واللي حب يضحك العام طويل. المهم النتيجه. انتي نهار تفتحي حصالتك ونهار تجبديها وتحققي بها اهدافك التما تبان النتيجه حبيبتي. قلت لكم انا شاركتكم حبيباتي الافكار بكل مصداقيه.
شاركتكم بها وما بخلتش عليكم خياتي، ودايما دايرت لكم مواضيع تاع الميزانيه والمصروف، جاوبتكم على اسئلتكم، على درت لكم تقاسيماتكم، وخممت في الاسر كامل. على بالي بلي الاسر كامل تعاني من مشاكل ماديه، ديون، راتب قليل ما يكفيش، مشكل مادي، يلقاو بزاف نقص في التسيير، هما اللي يدخلوا في المشكل. علاش؟ لاخاطش عندهم نقص في التسيير تاع الميزانيه.